خوتي وخواتاتي العزاز، واحد السلام عليكم. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا كيف ما شفتوا من العنوان المينياتور، غادي نتكلموا على عائله محبوبه وعلى ولدهم ياسين اللي هو حاليا يعني في السجن للاسف. الله يطلق سراحه والله يطلق سراح كل مسجون. الله يكتب علينا وعلى وليداتكم مكاتب الخير يا ربي. اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها. كيف ما قلت لكم البارح وغادي نكررها. شوف، نقدروا نكونوا مختلفين في اليوتيوب، نقدروا شي حوايج ما كيعجبوناش بزاف ديال الحوايج، ولكن ملي كيكون شي موقف بحال هذا، كيكون مرض، كيكون موت، كتكون مصيبه لا قدر الله، حتى شي واحد ما ضامن عمره، حتى شي واحد ما عارف اجاله، حتى شي واحد ما عارف شنو باقي مخزنه ليه الدنيا. ولكن ابسط حاجه غير كلمه طيبه، غير تضامن بسيط، كلمه طيبه. كاين اللي غايقول لك لا انت راك داير هذا الفيديو باش تجيب الادسنس. كان في استطاعتي ندير فيديو كنشرشم ونشمت وطاطا وندخل الادسنس، ما غايلومني حتى شي واحد وغندخل الادسنس. ولكن لا، حشومه وعيب. يعني انتقدناهم في الوقت اللي كان فيه الانتقاد. حاليا عندهم واحد المصيبه، وهذا لابد حنا مسلمين، حنا شوف، كنضامنوا مع البراني، كنضامنوا مع الشعب الفلسطيني. ياك البارح كنظنوا مع نهار تم قصف، يعني جاو دوك الشير ديما ديال البوليخاري وشي مقذوفات. ولكن تحيه للقوات الملكيه المسلحه اللي كان الرد حارق بالدرون، الحمد لله والشكر. شوف، اللي زغبوا مخو اعفى في المنطقه العازله، والله يا بو تتشوط. المهم، تحيه للسلطات وتحيه للجنود اللي حامين هاد البلاد، تحيه ليهم والله يجازيهم بخير. المهم، ما عليناش. قلت لكم اليوم يعني من خلال الفيديوهات شفنا انهم العائله ديال مشات حفصه، مشى شنو سميتو العربي راجل حفصه، مشات ديك شنو سميتها بنتهم، بنت امي حليمه، شنو سميتها سعاد بنت امي حليمه، مشاو كلهم زياره باش يشوفوا خوهم. شفت حتى هذاك بات ياسين كيبكي مسكين، بقى في عمرني شفتو كيبكي با محمد ولا شنو سميتو، تيبكي صراحه. الله الا قطع لي قلبه، حق الله العظيم. يعني الانسان راجل كبير مسكين وتيبكي على ولده، الله يحسن العوان. لا اله الا الله. ما ساهلش وانه فهمتي عزيز عليهم في الدار وحنين وكيخلق لهم الجو. غير هو راه شوف، هذه هي الحياه. شوف، الا كان هو ما عرفتش انا كيما كنقولوا، شي كيقول لك دابا بسبب شي حادثه سير قديمه، شي كيقول لك لا بسبب عنده شي شكايه قديمه عاوتاني مع شي حد، هو كله كيلغي بالغاه. المهم، انا ما تيهمنيش الشكايه ديالاش، انا اللي تيهمني هو ان السيد راه مشدود. يعني فهمتي، يعني السيد بعيد على عائلته، بعيد على ولده، هذا اللي مهم. اما في نهايه المطاف شنو السبب ولا هذا، راه النتيجه وحده. كيقول لك تعددت الاسباب والموت واحد. تعددت الاسباب والموت واحد. في نهايه المطاف راه هم سواء كان مشدود على حادثه السير، او لا كان مشدود على شي حاجه اخرى، فراه كيبقى مشدود. واش نتوما حنا دابا نقولوا مشدود على حادثه السير، زعما كون كانت على شي حاجه اخرى ما كانش غيكون مشدود صافي. للاسف بعض الناس في التعاليق، يعني ما كنهضرش انا على اصحاب القنوات ما تيهمونيش، اصحاب التعاليق الشامته، حرام عليكم، حشومه وعيب، عيب 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 عيب. راه حنا عيب في الدنيا، راه ما مشينا فين. راه حتى شي واحد ما ضامن حياته من اليوم لغدا كيفاش غتكون. اذا ما نشمتوش وما نستهزئوش وما نتشفاوش وما نفرحوش للحزن وما نفرحوش للمصائب ديال الناس، باش ربي ما يسلطهاش علينا. انا كنقول لكم ما نفرحوش للمصائب الناس باش ما تسلطش علينا، لانه راه هذه الحياه كما تدين تدان. والله العظيم كما تدين تدان. ولك يوم يا ظالم، راه لكل ساق بما سقى. اللي زرع الورد غيحصد الورد، واللي زرع الشوك غيحير في حصادو. قالوا سيدنا الاولين، سمعوا مزيان، اللي زرع الورد كيحصد الورد وكيشم ريحته ويتعطر به، اما اللي زرع الشوك تيحير في حصادو ويحير في دراسو. انا ذوقوا الكلام وذوقوا المعنى. هذا المعنى ديال اللي زرع الشوك تيحير في حصادو
راه مثل ما الارشيف. وفين تخزنوني على الموت. شكون غيبقى يقول لكم الامثله بحال هادو؟ قولوا لي فين غتسمعوا بحال هاد الامثله هادو؟ ويلي اللي زرع الشو كيخاف حصادو. ايوا ديروا هذه في بالكم اخوتي. وعلى العموم كنتمناو الله يفرج عليه والله يكون مع العائله ديالو، سوا الكبيره سوا الصغيره. ناس المهم الصراحه يعني شحال هادي شنا داخلين سوق راسهم ما كيجبدوا حد الصراحه، خدامين على راسهم الله يسهل عليهم الله يجيب لهم التيسير. واخا كيبقاو بعض كما كنقولوا بعض النقط اولا بعد هذا هذا اوكي، ولكن ليسوا اسوأ ما كاين في مواقع التواصل الاجتماعي باش نكونوا واقعيين. صراحه دريويش داك السيد داك الولد والله الا دريويش. يعني شوف القانون فوق الجميع، ما هو القانون راه ما تيظلم حتى شي واحد، فعلا القانون ما تيظلم حتى شي حد. وزعما سعدات كفاعل الخير. شوف راه نتوما عندكم وليداتكم وكل واحد عنده وليدات، واللي ما عندوش دابا راه غيكونوا عنده مستقبلا، ولا راه عندكم عائلاتكم. اذا ابسط حاجه نديروها مع بعضياتنا هو نساندوا بعضياتنا. علاش اجي واحد اللقطه راه حتى حنا المغاربه اوكي شعب كريم، شعب مضياف، شعب ما بحال بابانا حتى شعب اوكي، ولكن سبحان الله العظيم كنكبروا البحر البراني وكنساندوا البراني، وملي كيكون الامر متعلق بينا حنا كنشربوا ونقطعوا في بعضياتنا. ما عرفتش علاش انا هاد القضيه هادي والله القسم الا ضراني في راسي، بغيت نعرف علاش ما فهمتش كيفاش ملي كيتعلق الامر بينا حنا ما عرفتش والله ما عرفتش. الا شي واحد عنده شي جواب لهاد القضيه هادي يجاوبنا. هذه راه ملاحظه دائما الاحظها، حادقين واحد الحداقه وواحد المضاوه في بعضياتنا سبحان الله. ومع البراني كنوليو عا كنرطبوا البراني اللي خاصنا نكونوا قاصحين معاه، واللي خاصنا نعطيو على شي قلب كنبداو نسيسو معاه. وولاد بلادنا هما اللي تنبداو نمنشروا فيهم ونقطعوا فيهم، ماشي بحال هكا. خاص تكون الامور انا بالنسبه ليا خاص تكون العكس. فهمتوني فهمتوني واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ وكنتمنى تكونوا فهمتوني. للاسف لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يهدي ما خلق هادشي اللي غادي نقول. صراحه انا بقى فيا الصراحه ما يستاهلش، وسيرتو عنده وليد باقي صغير وواحد القضيه بزاف ديال الناس كيقولوا حكا داك الملف راه ديجا اصلا الا داك الملف الطبي راه نورمال مو غاديش غيقولوا له. وانت عارف راسك مريض وكتمشي صاحبي بصايب. واش فهمتوا؟ داك الملف الطبي راه السيف ذو حدين باش تفهموا. المهم غادي نختم الفيديو، غادي نقول الله يفرج عليه ويدوز هادشي بخير وعلى خير، والسلام عليكم.